لو أول مرة تدخلوا المطبخ هتعرفوا تحضروا التورتة الخطيرة دي. سهلة وبسيطة ومكوناتها سهلة جدا وطريقة تحضيرها بسيطة جدا، وكمان طريقة التشكيل والتزيين بتاعتها مفيش أسهل ولا أبسط من كده. بكيكة اسفنجية وتجنن. ولو عاوزين طريقة الكيكة الخطيرة دي تقدروا ترجعوا لها الفيديو اللي فات. ويلا بينا نبدأ ونشوف حضرناها ازاي. أول حاجة كنت أنا عاملة الكيكة معايا وحافظاها. بحفظها ازاي؟ باحطها كده في كيس وباربطها كويس جدًا وباشيلها جنبي في المطبخ في أي حتة عادي جدًا، حتى ممكن إن أنا أحطها في الفريزر لو مش محتاجاها، ووقت أمّا أحب أطلّعها باطلّعها قبلها بوقت كفاية تفُك على راحتها وابتدي أستخدمها. شوفوا دي الكيكة كانت تاني يوم بالليل، يعني أنا كنت محضّراها بالليل وسِبتها لتاني يوم بالليل ابتديت إن أنا أزيّنها. جِبت بقى الكيكة زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا يعني حتى لو فيها قطعة بسيطة عادي جدًا. جِبتها بقى وابتديت إن أنا أحطها قدّامي وأحضّر الكريمة الأول. حطيت كوباية ونُص من الكريم شانتيه، عليهم نُص كوباية من السكر، وعليهم كوباية ونُص من المَيّة المتلجة، ضربتهم كويس جدًا وابتديت إن أنا أحط قطعة كده من الكريم شانتيه في الطبق اللي أنا هاقدّم عليه، وحطيت عليها الكيكة اللي كانت مقطوعة معايا في الأول دي. وابتديت بقى إن أنا أحط الكريم شانتيه وأساويه كده من على الوش زي ما أنتم شايفين، سهلة وبسيطة جدًا. وبعد ما باحط الكريم شانتيه وباثبّته كويس كده وبافرده كويس على الكيكة، بابتدي أعمل زي سور كده علشان لمّا أحط الفراولة أو أي topping تاني أنا عايزاه ما يُقعش برّه الكيكة، بالشكل البسيط ده كده. وtopping الفراولة ده برضه أنا كنت منزّلاه في الفيديو اللي فات، الفيديو اللي فات فيه كل التفاصيل. حطيت بقى الكيكة الطبقة التانية وابتديت برضه إن أنا أحط عليها الكريمة وابتدي إن أنا أوزّعها بالشكل ده، شايفين؟ سهلة جدًا وبسيطة. والكيكة دي أنا مش باسقيها تمامًا لإنها بتبقى طرية جدًا ومش محتاجة أي حاجة، هي بتبقى إسفنجية جدًا وخطيرة. هاكمّل باقي الطبقات بنفس الطريقة اللي أنا قُلتها لكم من شوية، باحط ما بين كل طبقة والتانية كريمة، واحط عليها أي topping أنا حاباه، وباحط الطبقة التانية. ودي كانت آخر طبقة حطيتها اللي هي كانت القاعدة بتاعة الكيكة، حطيتها من على الوش ودلوقتي باحط شوية من الكريم شانتيه علشان بس ألِم بيه زوايد الكيكة والفتافيت اللي بتبقى نازلة من الكيكة. حطيت كده الكريم شانتيه وهابتدي إن أنا أسويه زي ما أنتم شايفين، وأي زيادات بتطلع من الجنب بابتدي إن أنا أحطها على وش الكيكة بالطريقة دي. ما فيش أسهل ولا أبسط من كده. هاساوي بقى كل الطروف وكل الكيكة بالشكل ده، وهابتدي إن أنا أدخّلها التلاجة شوية. أنا مش محتاجة إن أنا أزوّد كريم شانتيه فيها أوي من برّه ولا أجلّسها كويس أوي، علشان ده يعني هيتدارى كُلّه. باجيب بقى أي تاب عندي وأي كيس حلواني باحط فيه كريم شانتيه، وابتدي بُصّوا شايفين أنا باعمل إزاي من تحت لفوق باجيب الكريم شانتيه. وباجيب بعد ما باخلّص كل الطروف باجيب أي معلقة أو أي spatula عندي وابتدي إن أنا الطروف اللي طالعة واقفة دي كلّها بانزّلها كده وانيّمها على الكيكة من جوّه وامسحها كويس. هاجيب بقى التيب برضه اللي أنا عملت بيه الأشكال اللي في الجنب وهاعمل بيه روزيتات كده من على الوش زي ما أنتم شايفين. سهلة جدًا وبسيطة أوي. جِبت بقى الفراولة وقطّعتها شرايح رفيّعة، وحاولوا على قد ما تقدروا إن أنتم تختاروا يعني فراولة تكون مقاس واحد، وبابتدي إن أنا أقطّعها شرايح رفيّعة وباملى بيها النُص كُلّه. شايفين؟ باعملها دورية كده، وبعد كده أعيد نفس الدايرة دي تاني زي ما أنتم شايفين. هاملى النُص بتاع التورتة كُلّه بنفس الطريقة دي كده. أعتقد ما فيش تزيين بسيط أكتر من ده، ما فيش أسهل ولا ألَذ من كده، سهلة جدًا وبسيطة جدًا. باحط بقى الفراولة كده بالشكل ده، وباحاول إن أنا أضبّط شكلها على قد ما باقدر. وعلشان بقى الفراولة تكون لونها ملمّعة كده وخطيرة وشكلها حلوة كده وتحفة، باجيب جل التلميع الشفاف أو اللي بالفراولة. أنا اخترت اللي بالفراولة وابتديت إن أنا ألمّع بيه كل الفراولة بالشكل ده. شوفوا بقى شكلها دلوقتي وشوفوا شكلها بعد ما باخلّصها، بتبقى خطيرة وشكلها بيختلف تمامًا. عايزة أقول لكم غير إن هو بيخلّي الفاكهة تبقى لونها ملمّع كده وحلو أوي، هو بيحافظ عليها في التلاجة، ما بيخلّيهاش تدبل الفاكهة معايا ولا يحصل فيها أي حاجة. يوم، 2، 3 زي ما أنتم عايزين. دخّلتها بقى التلاجة ساعتين، 3 زي ما أنتم عايزين سيبوها في التلاجة. كل ما بنسيبها أكتر كل ما بتبقى النتيجة أحلى. شايفين شكلها الخطير؟ أنا سِبتها ساعة واحدة بس في التلاجة وابتديت إن أنا أقطّعها. وعايزة أورّيكم بقى التفاصيل من جوّه اللي تجنن. شوفوا الحشوة خطيرة إزاي، وشوفوا شكلها يجنن. وشوفوا بقى دلوقتي معايا طراوة الكيكة، ما فيش أحلى من كده. عايزة أقول لكم ما تختلفش تمامًا عن اللي بنجيبها من برّه، يمكن ألَذ وأحلى بكتير. كفاية إننا اللي محضّرينها بنفسنا.
وبس كده فيديو النهارده خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه وعجبكم، وكالعادة ما تنسوش تقولوا لي رأيكم تحت الفيديو، وتقولوا لي هتجربوا التورتة بالطريقة دي والّا لأ.